مهما كنت عايزها. مش فارقة معايا، لان حتى لو انت جواك الاحساس بتاع اللي هو انا هبقى حاجة كبيرة قوي، انا حاسس بده من جوايا، لو ما اشتغلتش على اللي انت عايزه ده مش هتوصل. بس اهلا بيكو في your favorite podcast. ولو انت متعرفش ايه بودكاست ده فانت جديد معانا هنا، اهلا بيك. ده بودكاست اراء، الحلقة الثامنة، وانا رضوى رضوان. لو عايز تعرف ايه اكتر قوة ممكن توصلها في حياتك، هو انك تقول انك عايز تعمل حاجة وتعملها، ومش بس تعملها، انك تكمل فيها. من اكتر الحاجات الناس ما بتتكلمش عنها هو ان قد ايه ان انت تفهم الحاجة وتحب تعملها وتعملها يمكن يكون ده اول خطوة، ومش هي الحاجة اللي لازم تمسك فيها عشان توصل لحاجة. الحقيقي هو انك تكمل في الحاجة، وانك حتى وانت حاسس انك مش عايز تعملها، هو ده اللي هيفرقك عن بقية الناس. لما بنبتدي نعمل حاجة جديدة، او لما بنبتدي نبقى بني ادمين احسن، نحسن من نفسنا بأي شكل كان، بنبتدي ان احنا نضحك على عقلنا شوية، وبنبتدي نعمل تصرفات غير مألوفة لعقلنا، فبالتالي عقلك بيرد عليك ويقولك يا كداب، انت مش كده. هو مين ده اللي بيصحى بدري وبيرتب سريره وبينزل الجيم وبياكل كويس وبيتعامل مع الناس كويس وبيهتم بصحته وبيقرا كل يوم؟ مين ده؟ ده مش انت، ده واحد تاني، واحد بتحاول تمثل تبقى هو. فده مش انت، وارجع للي انت عايزه. الفكرة ان هنا انت عقلك عايز يشدك بكل قوته للمألوف. في فرق كبير ما بين الكويس والوحش والمألوف. بالنسبة لعقلك، عقلك بالنسبة له الحاجات الكويسة والحاجات المفيدة هي تقريبا الحاجات الوحشة، لان في الاول في الاخر ده فعل وده فعل. هي الفكرة فهو مين فيهم المستمر اكتر، فمريح بالنسبة لي اكتر، مين فيهم اللي انا متعود عليه. وفكرة وجوده حواليا مش شيء غريب، ومش شيء هيخليني متوتر او حاسس ان في حاجة غلط بتحصل في حياتي. الفكرة هنا ان عقلك هيقعد يشدك بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها انك ترجع زي الاول، مش عشان عقلك فاهم هو ده ايه وده ايه، بس عشان عقلك متعود على هناك. بالنسبة له هناك مريح اكتر، بالنسبة له حاجة مألوفة اكتر، فهو عايز يروح لها تاني. وساعتها دورك هنا هو انك في الفترة بتاعة التمثيل، لو عايز تسميها بالشكل ده، انك تكمل تمثيل لغاية ما فكرتك في عقلك تتغير، ولغاية ما عقلك يبتدي يعرفك بالشكل ده. هي نفس فكرة بالظبط لما تحاول تتحسن حوالين الناس مش اول ما مجرد بتبتدي تتحسن وتعمل حاجات كويسة الناس بتاخد بالها. الناس ما بتاخدش بالها غير لما الصورة كلها تتغير. يعني تحسنك يوم او يومين بيخلي في نقطة من صورة كاملة تتغير عنك، مش صورة كاملة بتتغير. الصورة كاملة ما بتتغيرش غير بعد فترة طويلة جدا، لما الصورة كلها واللوحة كلها تبتدي تتغير، والناس كلها تبتدي تحس ان هم شايفين فروقات حقيقية. يعني لو انت مثلا معروف عنك انك بني ادم اناني، وانت ابتديت تاخد بالك من الحاجة دي وعايز تغيرها، انك تغيرها في اول كام يوم دي مش حاجة هتبقى بالنسبة للناس مفهومة وياخدوا بالهم منها قوي. هو استمراريتك على الشيء هو اللي هيخليهم يفهموا ويعرفوك بالشكل ده. نفس الحاجة بالظبط في عقلك لما بتبتدي تديله فكرة جديدة عنك بتبقى بالنسبة له غير معرفة. هو مش فاهم، هو مش عارف، هو مش متأكد من ده حقيقي ولا لأ. لما العادة بتتكرر مرة ومرة 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 وبتبقى بالنسبة لك حاجة طبيعية بتعملها من غير ما تفكر، بحاجة لو ما عملتهاش تحس انك مش انت، ساعتها فكرتك جوه عقلك بتتغير عن نفسك، وساعتها الصورة كلها بتتغير، وبتقدر ان انت تحدد انت عايز تفكر ازاي وما تفكرش ازاي. وانت بتحاول تحسن من نفسك في كل المراحل، من احلى الحاجات اللي ممكن تعملها هو انك تقدر تغير نظاراتك. مش النظارات دي النظارات اللي فعلا بتشوف بيها الحياة. لو انت بتسمعني دلوقتي ومش شايف الفيديو، فانا عايزة افهمك الوضع بشكل اكبر. لو انت شايف الدنيا مجرد بمنظور النضارة اللي بتلبسها يمين وشمال وفوق وتحت وخلاص، ومش قادر تشوف بعدسة واسعة شوية، هتلاقي ان عينك مقفولة قوي على حتة واحدة، وهتلاقي ان انت جوه دماغك. يعني كل اللي بيحصل حواليك هو استنتاجات وافكار من دماغك، يمكن تكون حقيقية يمكن تكون مش حقيقية. في الاول وفي الاخر هي مجرد استنتاجات من واقعك ومن مجتمعك وطريقة تفكيرك والحاجات اللي انت اتعودت عليها.
من اكتر الحاجات القوية اللي تقدر تغيرها في حياتك هو انك عينك توسع ونظرتك للحياة توسع، وانك مش بس كده انك تبقى قادر تشوف نفسك من فوق، زي انك تكون الناصح الراشد لنفسك، او تكون نفسك العليا، مش بالترجمة الحرفية نفسك العليا، ولكن زي ما بيقولوا كده your highest self او the best version of you. احلى نسخة منك لو شايفاك دلوقتي بتعمل ايه هتقول عليك ايه. ومش دايما لازم تكون بتعمل احسن حاجة، لان في خطوات وحشة لازم ناخدها عشان نقدر نوصل لاحسن نسخة دي. بس هل اللي انت بتعمله ده زي انك قاعد ما بتعملش حاجة، او قاعد بتقلب في الموبايل، او قاعد متضايق على حد ملوش اي تأثير حقيقي على حياتك او مش هيفرق في حياتك فعلا، هل ده حاجة انت تحب تكون بتعملها لو انت في احسن mental state؟ هل لما بتحس انك دماغك بتلف في 100 لف ومتعصب ومتضايق على حاجة انت عارف انها ما تستاهلش، بس انت مش عايز تعترف بالموضوع لانك متضايق دلوقتي، هل دي احسن حاجة واكتر حاجة نفسك اللي انت نفسك توصل لها تتمنى انك بتعملها دلوقتي؟ لو شافتك دلوقتي هتقول عليك برافو عليك ايوه شطور، ولا هتقولك الله يخرب بيتك بتودينا في داهية انت اللي بتعمله ده؟ انك تبقى قادر تحدد وزي تبقى ماسك لجام نفسك وقادر تعرف تعمل ايه وما تعملش ايه. لو بيبقى فيه دايما لازم يبقى دايما في حوار في دماغك اعمل ده ولا ما اعملش ده. وهقول لك حاجه، احنا عارفين احنا عايزين نعمل ايه، وعارفين ايه اكتر حاجه مناسبه لينا، احنا عارفين، بس احنا بننساق احيانا في الحياه مع حد، مع مشاعر، مع مواقف، مع ازمات، احيانا بنحس ان احنا ملناش السيطره على الدريكسيون، وان احنا مجرد راكبين وماشيين وخلاص، مع انك في كل لحظه في حياتك عندك القدره انك تمسك الدريكسيون وتمشي في الحته اللي تحبها، انك تبقى قادر تتحكم في لجام روحك، لان مش كل الناس عندها الوعي ان هم يقدروا يعرفوا ده كويس وده وحش. ولو انت عندك الفكر في دماغك ان انت تقدر تعرف ايوه انا هعمل ده ومش هعمل ده، فانت في حتة تانية خالص ومش اي حد يقدر يوصل لها. تفكيرك اللي دايما ماشي في دماغك هو اللي دايما هيوصلك لأي حاجة انت عايزها. يعني لو انت عايز فعلا توصل لحتة كويسة قوي في حياتك، خليك دايما قادر تفرق ما بين مشاعرك واللي لازم نعمله، لان غالبا اصلا المشاعر اللي هي بتخلينا ما نكملش في الحاجة دي بتظهر في الاوقات اللي احنا محتاجين نشتغل فيها قوي. انا عندي تسليم مهم جدا، انا عندي مذاكره كتيره جدا، انا لازم انزل الجيم دلوقتي، انا لازم اقوم اصور دلوقتي، انا لازم اقوم اقرا دلوقتي، انا لازم اقوم اعمل الحاجه اللي انا عارف ان انا محتاج ولازم اعملها دلوقتي حالا. بس لا بقى، انا هيبقى عليا مود من الحزن والكآبه. ليه؟ لان عقلك مش عايزك تروح هناك، لان هناك صعب، هناك مرعب، هناك مخيف، هناك غير معروف. يمكن يكون عقلنا هو بيحمينا، هو مش وحش قوي كده، ولكن هو عايز يمشيك في اكتر حتة امان. خليك على جنب، خليك هناك. انت هتروح تعمل ده ويا عالم هتنجح ولا لا؟ ساعتها نكتئب ونتضايق لا، انت ايش ضمنك تروح هناك وتبقى مبسوط فعلا؟ ممكن تتضايق، فاهم؟ بس في حتة تانية جوه عقلك برضو لازم تعرف تفتحها. طب ايه اوحش حاجة ممكن تحصل؟ هحس ان انا مش مبسوط، تمام، ايوه اوكي، فهمت خلاص، الناس دي مش بتاعتي، مش عايزاني، مش عايزاهم، انا خلاص همشي. فشلت في الحاجه، جربت، انا جربت، على الاقل انا جربت، على الاقل لما حد يسالني هل انا عملت ده، جربت، انا عرفت اعمله او ما عرفتش اعمله، بس انا جربت وحطيت نفسي في الموقف. اصل ممكن الحاجه دي ما طلعش احسن حاجه فيها، اوكي تمام. هل انت فاكر ان انت لازم تبقى احسن حاجه عشان تمشي في طريقك؟ خالص لا، تماما. لو انت فاكر انك لازم تبقى احسن حاجة عشان تعرف توصل لأي حاجة انت عايزها، فلأ، لأنك مش هتعرف توصل غير لما تمشي في الطريق، وطريقك ده مش هيبقى سالك دايما، هيتعطل ويتوقف وتبقى مشاكك في النص، وهل انا ماشي صح ولا غلط، هل المفروض اخد يمين ولا اخد شمال، هل انا اصلا ماشي في طريق ليه لازمة ولا المفروض ارجع من الاول عشان الموضوع ملوش لازمة خالص. مش كل الناس بتعرف
تكمل في الحاجة اللي هي فعلا عايزاها مهما كنت عايزها. مش فارقة معايا، لان حتى لو انت جواك الاحساس بتاع اللي هو انا هبقى حاجة كبيرة قوي، انا حاسس بده من جوايا، لو ما اشتغلتش على اللي انت عايزه ده مش هتوصل. بس لان احلامك وطموحاتك وافكارك والاحلام اللي بتحلم بيها بالليل ما بتوصلش لحاجة. هتعمل حاجة، هتبتدي فيها، هتبقى فاشل فيها، هتكمل فيها، هتنجح فيها، هتوصل فيها. بس هي قاعدة بسيطة للحياة، قاعدة الناس كلها قالتها، وقاعدة كل الناس متفقة عليها، لأنها مشت مع كل الناس. أي حاجة هتحط فيها مجهود هتمشي فيها هتوصل فيها، سهلة. وأي حاجة هتحط لها جبال من الطموحات وتبتدي فيها وتعطل في النص وما تكملش، مش هتوصل لحاجة. بس عايز تمشي امشي، عايز تكمل كمل، واستحمل انك هتلاقي فشل كتير، واستحمل انك هتبقى مش واثق من اللي انت بتعمله، هتتشتت كتير، هتتلخبط كتير، هتحس ان انت متوتر، هتتسأل عن كل حاجة، هتلاقي نفسك في لحظة مش فاهم اي حاجة وحاسس انك مشيت في اكتر طريق غلط. بس ساعتها لازم تكمل، وساعتها لازم تقدر تمسك لجام روحك عشان فعلا توصل لحتة انت عايزها، عشان في يوم من الايام لما تبص على نفسك تقول الحمد لله ان انا عملت كده، الحمد لله ان انا ما قعدتش، الحمد لله ان انا ما استنيتش، الحمد لله ان انا ما ربطتش نفسي برأي حد او بفكر حد او برؤية حد، لان الحد ده ممكن كان مش شايف اللي انا شايفه. خلي بالك، لو انت فاكر انك لازم الناس تبقى مقتنعة باللي انت عايزه عشان تمشي فيه، فيبقى انت مش هتوصل لحاجة، لان اللي اخترع الطيارة ما كانش الناس مقتنعة بيه، واللي اخترع التلفزيون الناس ما اقتنعتش بيه في الاول برضه، واللي اخترع الاي كان حاسس ان هل انت كنت متخيل ان انت ممكن تقعد تتكلم مع جهاز يكلمك كأنه بني ادم بالظبط؟ لا، مش هتوصل للحاجة الا في حالتين. عندك حالتين لازم تختار من بينهم، يا اما تكون حالتك وحشة قوي، انت in a really 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 dark place، انت ما عندكش اوبشن اخر، هو يا اما اشتغل يا اما هموت، يا اما هموت من الجوع، هموت من العطش، هموت من الحزن، ايا كان مش مهم، هموت من الفقر مش مهم، او انت دماغك في حتة تانية، انت الناس شايفة بلوجيك معين انت شايف بلوجيك تاني، انت ببساطة يعني ديلوجينال، دولولو اذا سلولو، ولو مش عايز تصدق ده بس دولولو اذا سلولو، لانك لو مش قادر تبقى obsessed بالحاجة اللي انت عايزها هتوصل لها ليه؟ لو انت مش حاسس انك مش قادر تكمل يومك غير لما بتفكر في الحاجة دي، هتوصل لها ليه وتعمل الحاجة دي فعلا؟ لو في حاجة في دماغك كل يوم هي شغالة اصلا، هي كل يوم موجودة في عقلك، وكل يوم هي بتزن فيك، وكل يوم انت بتتخيل نفسك بتعملها بس ما بتعملهاش، الحاجة دي هتفضل عمرها كله زي سوري في الكلمة الكلب اللي عضك من ظهرك ومش راضي يشيل سنانه منك، لانك ولا بتحاول تفكه منك وتعالج نفسك وتبقى احسن، بس انت برضو مستمتع بوجوده حواليك ونس، فاهم يعني؟ هتفضل طول عمرها وجعاك، وطول عمرها سؤال جواك يا ريتني كنت عملت، او لو كنت عملت كنت عرفت. هل يمكن انا كان عندي قدرة وحاجات انا ما كنتش متخيلها في نفسي لمجرد ان انا وقفت نفسي وحطيت لنفسي ليميت كده وقلت لي كفايه، عشان خايف من رأي حد، عشان خايف من رأي نفسي عليا، لان دي مش حاجة كل الناس تاخد بالها. انت ممكن تبقى خايف من مواجهة نفسك ليك، انت مش خايف من رأي الناس، انت خايف انك تقعد مع نفسك بالليل. هو انا عملت كده ليه؟ هو بصلي كده ليه؟ هو قال لي كده ليه؟ هل انا بعمل حاجة ملهاش لازمة؟ هو انا الحاجة دي هتفيد الناس فعلا؟ هل انا بعمل حاجة فعلا ولا ايه؟ لو انت خايف تقعد مع نفسك يبقى لازم تقعد مع نفسك، لان انا هقولك على حاجة، انت قاعد مع نفسك 24 ساعة في 24 ساعة، انت مقضيها مع نفسك طول اليوم، انت صاحي مع نفسك، تاكل مع نفسك، بتنزل مع نفسك، بتفكر مع نفسك، بتدخل تنام بالليل مع روحك، انت دايما مع نفسك، انت دايما 24، انت حتى وانت نايم انت مع عقلك الباطن اللي هو اصعب بكتير من عقلك الواعي، لانه بيحوش كل حاجة، واي حاجة مكبوتة جوه بيقوم طلعها عليك وانت نايم.
فلو انت مش قادر تتعامل مع نفسك مش هتعرف تمسك لجام نفسك، لان هي هتبقى هي اللي سايقه، هي اللي متحكمه، هي اللي ممشيه. لو انت بتتهز من كلمه لكلمه يبقى لا، في حاجه لازم تتغير، في حاجه لازم نحط اتليست ايدينا عليها ونقول اوكي ناخد بالنا من ده. انك تقدر اصلا تفهم ايه نقاط ضعفك وايه نقاط قوتك وايه اللي نشتغل عليه وايه اللي ننميه عشان هو كويس، دي مش حاجه اي حد يقدر يوصلها، ومحتاجه وقت طويل جدا. مش تعجيز، ولكن هو فعلا انك تبقى قادر تواجه نفسك، واللي هو لا انا مش وحش، اللي هو انا مش وحش بس انا محتاجه اتحسن في كذا. انك تبقى قادر تشوف بعدسه واسعه، انك تبقى شايف ان في حاجه محتاجه تتحسن فاحنا عايزين نحسنها، دي مش حاجه اي حد يوصل لها. وهقول لك على حاجه، انا مش بحب ان انا يعني انا مش بعمل البودكاست ده كله عشان ان انا اكون يعني الناصح الراشد، ولكن فكرتي الاساسيه ان انا يعني بنمو معاكم وانتوا بتنموا معايا، واحنا الاتنين بنبقى احسن مع بعض. ويمكن انا كنت اتحسنت كتير جدا، بس من الحاجات اللي دايما بحاول ان انا امسك فيها قوي هو ان انا بحب نفسي قوي، انا شايفه نفسي في حته عاليه قوي، مش انا شايفه نفسي مفيش حد زيي، لان هو مفيش حد زيي مش لان انا احسن من كل الناس، ولكن هو مفيش حد زيي انا فعلا. بس في نفس الوقت انا عندي 1 2 3 حلو واشتغلت عليهم نجحت فيهم تمام اوكي، بس انا عندي حته انا محتاجه اشتغل عليها. والحقيقه ان من فتره خدت بالي ان انا عندي مشكله في السيلف استيم. يعني بص انا انا ما بتكلمش بصراحه كده مع اعز اصحابي، ولكن انا مش عايزه ابدا اعجزك او احسسك انك محتاج تشتغل كتير قوي وانك عمرك ما هتوصل. انت محتاج تشتغل كتير قوي بس انت هتوصل. اكتشفت ان انا اشتغلت كتير جدا على السيلف كونفيدنس، على السيلف اويرنس، والسيلف استيم محتاج الشغل. لو انت مش عارف الفرق ما بينهم، فالسيلف كونفيدنس هو انك تقدر واثق من نفسك، واثق في وجودك، واثق في مكانتك حوالين الناس. السيلف اويرنس ان انت قادر تحكم وتعرف ايه اللي محتاج تشتغل عليه، ايه اللي انت مش محتاج تشتغل عليه، وعيك بذاتك. والسيلف استيم هو تشبثك بذاتك بشكل ما، زي انك تبقى يعني ما بتتهزش من كلمة، من نظرة، من فعل، من مسج، من ايا كان. اكتشفت ان انا محتاجه اشتغل على ده. اوكي تمام فاين، اوكي تمام، انا مش بجلدك، فاهمه؟ اللي هو انا مش بعاقبك دلوقتي، بس انت عندك مشكله هنا، احنا محتاجين نشتغل. هنشتغل ازاي دي بقى بنكتشفها مع الوقت يعني بس انك تقعد مع نفسك وتبقى فاهم نفسك ويبقى في عندك تواصل مع روحك، دي بتخليك في حتة تانية خالص، لانك في الاول وفي الاخر انت عارف ان هو ايه، I got your back، انا معاك، انت متضايقة انا معاكي، انت مبسوطة انا معاكي، انا هحتفل بفرحتك وهزعل معاكي، بس هقومك وهشغلك وهخليكي ما تنهاريش في الارض، حتى لو نهارتي شوية انا معاكي. انك تبقى دايما بتطمن نفسك انك دايما انا معاك، فاهم؟ انا بشتغل معاك وبنجح معاك وبفشل معاك وبزعل معاك، ولما هتزعل انا هبقى هقومك، انا معاك مفيش مشكله. يعني دايما تبقى متواصل مع نفسك وتبقى عارف انت فين، ليه بتعمل ايه. ده مش بيجي ابدا لو انت فاكر بفيديوهين وكتابين وقعدتين مع ثيرابيست. لا مش ان الموضوع صعب قوي، بس هي الفكره في انك انت بتكتشف حاجات كتيرة قوي طول ما انت ماشي، بتحسسك انك كنت جاهل وانك كنت مش فاهم حاجة خالص، انك كنت محتاج فعلا تشتغل كتير وانت ما كنتش واخد بالك من ده. انت كنت ماشي حياتك على الله كده، حياتك كلها على الله، ولكن انت كنت ماشي مش حاسب حساب اي حاجة، ومش فاهم ان كل فعل ليه سبب، كل فكرة بتفكر فيها ليها سبب. ولو قدرت تعرف اسباب افكارك انت هتبقى مش سواق، انت هتبقى طيار، هتقدر تتحكم في كل حاجة بتعملها. لان انك تعرف تتحكم في افكارك قبل مشاعرك، عارف تتحكم في حياتك وفعلا تبقى واعي باللي بيحصل في حياتك، دي حتة تانية تماما. لان انت احيانا بنعمل حاجات احنا مش واعيين بيها اصلا. يعني احيانا ممكن نقول ان احنا بني ادمين كئابين جدا، بس احنا في الحقيقة احنا دايما في كل قعدة احنا بنهزر وبنضحك، فهي بتيجي بالاتنين، بتيجي يعني بالنيجاتيف وبالبوزيتيف. انت ممكن تبقى واخد حاسس ان انت بني ادم ناجح جدا،
بس انت في الحقيقي لما بتقف في اي موقف انت بتعطل وما بتعرفش تعمل حاجة، وغالبا مجرد ما اي حاجة بتيجي تخبطك بتقوم واقع. وده جزء من النجاح، انت لازم تعدي بيه، بس لازم تبقى فاهم ان دي حاجة انت محتاج تشتغل عليها. عشان في فرق كبير ما بين ان انت تبقى واعي بانت محتاج تعمل ايه، وانت عارف انت المفروض تروح فين وتيجي منين، ومدرك بالحاجة دي. لان الوعي عامل بالظبط كده زي انك عارف ان الحاجة دي بتعملها، فانت كل يوم بتقوم من النوم بتغسل سنانك. ادراكك هو انك مدرك ان الحاجة دي لازم تعملها، وانك لو معرفتش تعملها هيبقى في مشكلة في اليوم وهتبقى قاعد اليوم كله مش مرتاح، وانك بالنسبة لك الحاجة دي كل يوم هي عادة مش محتاج تفكر فيها. فانك تبقى واعي بانت عايز تعمل ايه ده جزء من الموضوع وبداية الموضوع، بس ادراكك باهمية الشيء وانك ما ينفعش ما تعملوش وانك تعمله، ويبقى بالنسبة لك في ادراك جوه دماغك ان ده انت وبتعمله كده كده من غير ما تحتاج اي حاجة، وده بالنسبة لك unnegotiable، هو ده اللي انت محتاجه عشان توصل لأي حاجة في حياتك. انا مش حابة ابدا 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 انك تكون تتفرج عليا دلوقتي فاكر ان انا يمكن احسن لك حياتك تماما. لان لو انت جاي هنا فاكر ان انا هحل لك مشاكلك وان انا هخليكي النسخة اللي انت عايزها من نفسك، يبقى انت غلطان وده مش مكانك. انا ممكن اقول لك طريق، انا ممكن اساعدك، انا ممكن تريليت معايا في حاجة، بس في الأول وفي الآخر مهما ما اتفرجت على فيديوهات وقريت في كتب ورحت وعملت كل حاجة، مفيش حاجة هتغيرك غير أفعالك انت. مفيش حد كلامه هيحمسك دايما، ممكن يحمسك دلوقتي بس بعدين هتهبط. مفيش حد هيغيرك تماما، لازم انت تبقى واخد قرار ان انت عايز تغير من نفسك وتحسن من نفسك وترسم رسمة جديدة لروحك. انا بحبكم قوي، عارفة ان كل واحد فيكم بيتفرج على الفيديوهات دي بجد عندك طاقة وبوتنشل رهيبة وفرصة جميلة جدا في الحياة، لانك اصلا عندك الطاقة انك تسمع كل ده، لانك عارف ان في حاجة من الكلام ده هتفيدك وهتلمسك انت، لان انا كل كلمة قلتها هي هتلمس واحد فيكم بشكل مختلف. كل واحد فيكم هيريليت لحتة ويحس ايوه، عشان انا عارفة ان انت فتحت الفيديو ده بقضاء من ربنا، مش عشان تفتحه خلاص. وعارفة ان كل واحد فيكم يقدر يوصل لكل حاجة هو عايزها ويقدر يعملها في حياته. انا بحبكم قوي، عايزاكم دايما تفتكروا ان انتوا تقدروا توصلوا لاي حاجة مادام بتشتغلوا عليها، وانكم تستاهلوا احسن معاملة واحسن حب، وانكم تستاهلوا تبقوا ناس فعلا الناس حباها، وتبقى بني ادم ناجح وتوصل لكل حاجة انت عايزها از لونج انك بتشتغل على نفسك وبتعمل كل حاجة انت تقدر عليها. بس كده، اشوفكم الاسبوع الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت كومنت، لان كل الحاجات دي بتخلي الفيديو يبان لليوتيوب اكتر ان هو الناس حباه اكتر وعايزين يشوفوه اكتر، فناس تانية بتستفيد زي ما انت استفدت النهارده. فما تنسوش تعملوا الحاجات دي، واشوفكم الاسبوع الجاي. باي باي.